الأمر يجب أن يكون فيه نوع من التعقل، نوع من العقلانية لتهدئة الأمور. نحن عراقيين لا نريد أن تكون الساحة العراقية ساحة صراعات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. احنا كفانا حربا، كفانا جورا، كفانا ظلما، كفانا بطالة، كفانا عدم خدمات، كفانا كل شيء نعاني منه نحن العراقيين. يعني على الساسة العراقيين أن ينأوا بأنفسهم عن هذا الصراع الذي ليس للعراق فيه لا ناقة ولا جمل. إشعال الحرب في هذه المنطقة سوف يؤثر على اقتصاديات كل العالم، وسوف يؤثر على البنية التحتية لهذه الدول، لأن هذه الدول اعتمادها 80% 90% على واردات الدخل القومي النفطي. لذا فالمطلوب إقامة نوع من العلاقات بين إيران وأمريكا من أجل إبعاد خطر الحروب. لهذا نطلب، بما أن العراق يمتلك علاقات قوية مع أمريكا من خلال المعاهدة المعقودة بين العراق وأمريكا، وكذلك العراق يمتلك علاقات قوية مع إيران، نتمنى من هذه العلاقات بين العراق وبين أمريكا وبين إيران خلق نوع من العلاقات فيما بينهم، وخلق نوع من الحوار والانسجام والمحبة من أجل إبعاد هذه المنطقة من الحروب. إذا ما حدث محظور، وإذا ما تطورت الأمور وصلت إلى مرحلة التصعيد، سيكون العراق يعني متأثر لا محال. لكن حينما ندرس قضية التصعيد ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، إلى حد هذه اللحظة هو عبارة عن ردع متبادل ما بين الجانبين، لم يصل إلى درجة الحرب الفعلية إلى حد هذه اللحظة. طبعا أكيد الصراع الأمريكي الإيراني، طبعا إذا لا سمح الله حصل هذا الصراع، فأول ما يتأثر هو العراق، لأن المعروف أنه عمق الاستراتيجي بالنسبة لإيران والمصالح الموجودة بالنسبة لأمريكا هي كلها بالأراضي العراقية، وبالتالي العراق دائما يجب أن ينعى عن نفسه في مثل هذا الصراع، لأن إحنا بعد يعني أن دفعنا ثمن الإرهاب العالمي المتمثل بداعش وطردناه من الأراضي العراقية، فيجب أن نعيد حساباتنا ونعيد أوراقنا.